مجموعة البلاك كوبرا جاهزة؟ جاهزة. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. أول ظهور علني لفرقة البلاك كوبرا المصرية المختصة بمكافحة الإرهاب. ورغم أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ضباط بلاك كوبرا ذائعة الصيت اليوم كان في عام 2020 خلال احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 68 بالتزامن مع تنفيذ أفراد الفرقة حينها عمليات ضد مطلوبين ومسجلين خطر بجرائم إرهاب دولة في أخطر المناطق الصحراوية وأكثرها وعورة وصعوبة بمصر، حتى بات عناصر الفرقة يطلقون على أنفسهم اسم الفدائيون الجدد. إلا أن الزمن الحقيقي لتأسيس بلاك كوبرا كان قبل هذا بعامين، وتحديدا في عام 2018 حين قررت وزارة الداخلية المصرية تفصيل قوة شرطية عسكرية تكون مهمتها الرئيسية أن تكون الذراع واليد الطولى لاجتثاث من تصنفهم مصر عناصر خطرة وإرهابية يصعب الوصول إليها، ما جعل معايير اختيار أفراد المجموعة يقتصر على صفوة المقاتلين الذين يتم تدريبهم على أعلى مستويات الكفاءة والتجهيز مع استخدام أحدث الأسلحة والتقنيات الأمنية، لتبدأ مهام بلاك كوبرا حينها بتوجيه العملية الاستباقية للمطلوبين الأعلى خطورة ممن يختبئون في المناطق الوعرة وذات التضاريس الصعبة، قبل أن تسجل وحدة بلاك كوبرا أكبر نجاحاتها بإسقاط المرشد العام للإخوان المسلمين محمود عزت، أحد أشد المطلوبين خطراً، في عملية استغرقت 25 دقيقة بشهر أغسطس 2020، فيما زادت شهرتها كذراع حديدية للداخلية بإسقاطها المطلوب الخطير لمصر والمعروف باسم خط الإسماعيلية. إليك قصة تأسيس بلاك كوبرا ومن كان وراءها. ولادة بلاك كوبرا. داخل المعهد القومي للقوات الخاصة المصرية في مايو 2018 تم إصدار أول بيان عملي لمهام وحدة شرطية جديدة تابعة لوزارة الداخلية بقطاع الأمن المركزي اسمها بلاك ووتر، بعد توجيه مباشر من الرئيس السيسي لإيجاد قوة من الشرطة تضاهي بتدريبها وتسليحها أفضل القوات الخاصة في العالم، على أن تكون مهامها مقتصرة على اعتقال المصنفين تحت خانة إرهابي مسجل شديد الخطورة، ويختبئون في أكثر المناطق خطورة وصعوبة ووعورة بجبال مصر أو صحاريها أو بأي من مناطقها ومدنها. أما المرة الأولى التي ظهر فيها أعضاء بلاك كوبرا للعلن أمام السيسي خلال احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة عام 2020، وحينها شاهد السيسي بأم عينه تدريبات فرقة بلاك كوبرا التي رأت النور رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب. إلا أن استحداث وحدة بلاك كوبرا جاء ليواكب استراتيجيات جديدة بدأت تنتهجها الحركات المتطرفة في مصر، ما جعل وصول عناصر بلاك كوبرا لمستويات تدريب متطورة جدا ضرورة قصوى، إذ بحسب قواعد بلاك كوبرا لا يمكن اختيار أي عنصر ما لم يكن على أعلى مستوى من اللياقة البدنية والنفسية.